Open legs, fast drink. Go go go. اهلا بيكم في حواري ايطاليا الجميله. البيتيجان اخد البيتزا في حته تانية. يا بيك يا بيك يا بيك يا تعرفوا ان الجبل اللي ورايا ده بركان ناشط لحد دلوقتي وانفجر سنه 79 ميلاديه. صور مارادونا في كل مكان وعاملين جرافيتي مخصوص لمارادونا، وفي محلات بقى كمان ممكن تشتري سوفينيرز على شكل مارادونا وعلى شكل الفريق اللي لعب فيه. مش هتكون ايطاليا غير لما نلاقي الزباله في الشارع وفي كل حته كده عادي، كأن الواحد ماشي في العتبه. اهلا بكم في فلوج جديد يا شباب من نابولي. والله لسه جاي من ساعه تقريبا، فمش هنضيع وقت. بيقولوا ان دي مدينه الاكل والباستا والبيتزا والصلاه، فنبدا الفلوج الاول بكوبايه اسبريسو تظبط دماغنا، عشان يعني امبارح برضه الواحد نام 4 ساعات. فيعني اول انطباع للمدينه يعني وانا جاي بالاتوبيس هي عشوائيه جدا، الزباله في كل حته، تحس كده ما فيهاش نظام قوي، شوارع مكسره ومفيش حديد كتير في الشارع، فحسيت كده باجواء مصر. لكن في الحقيقه يعني مصر انضف كتير. نعدي ولا ايه؟ والله الاشاره مش واضح خضراء ولا حمراء. كمل. الناس بتحلف بنابولي واكل نابولي والبيتزا اللي 100 بيقولوا ان دي مدينه مارادونا، بيعتزوا بيه قوي هنا ويعتبر بطل قومي. فهنزور بقى الاماكن الشعبيه بقى هنا ووريكم الاجواء كلها. احنا دلوقتي في شهر ديسمبر، نص شهر ديسمبر، الجو حلو يعني. معظم الايطاليين مشتيين، لكن بالنسبه لنا اللي عايشين في شمال اوروبا لا، الجو يعتبر ربيع. شوف اي كافيتيريا هنا نشرب اسبريسو، اهو في كافيه هنا. والله الواحد بقاله كتير ما عملش فلوج. على السريع نظبط الدماغ. ومعلش المايك ما كانش شغال ودلوقتي شغال. انا شايف بقالي كتير ما عملتش فلوج بصراحه، لكن الاجواء هنا في نابولي تحسسك كده الروح الرياضيه، يعني الزحمه والناس يعني يردوا فيك الروح شويه. فوالله انا متحمس قوي للرحله دي، وحاجه يعني مكان مختلف غير السويد وشمال اوروبا. الاجواء هناك ممله جدا في الشتاء. هي بصراحه مش اكتر مدينه اللي هو استيتيكلي بليزنج، لكن يعني ليها روحها برضه. الناس اللي بتحب الاجواء الشعبيه شويه. هو عبور المشاة هنا في ايطاليا صعب شويه، وده داخل هنا وموتوسيكلات وده بقول لكم اكن الواحد فعلا في مصر، يعني تعيش كده اجواء رياضيه. انا دلوقتي رايح واحد مشهور جدا بيعمل بيتزا، اشهر بيتزاريه في نابولي تقريبا، وعنده 50,000 ريفيو. فانا مش اول واحد اروح، يعني هو المكان ده اتحرق فيديوهات كتيره، لكن انا برضو عايز اعيش التجربه واصور واوريكم يعني انطباعي الاول للبيتزا هنا في نابولي. هل فعلا تستاهل الضجه الكبيره دي، ولا البيتزا اللي في مصر حلوه والحمد لله؟ في شرابات ليمون هنا للبيع. اهو يا جماعه وصلنا البيتزاريه اللي هنا ده. هل البيتزا بقى زي ما الناس بتقول تستاهل المشوار البعيد ده ولا لا؟ يعني هي ما شاء الله بيتزا كبيره وشكلها مشبع، يعني حلوه. بيتزا عاديه بصراحه، بس يعني بيتزا والله ما فيش كلام كتير يتقال. يعني هي بيتزا بسيطه جدا، طماطم، موتزاريلا والريحان. هي طعمها بسيط الصراحه، مكونات بسيطه، طعم عادي يعني، مش حاجه خرافيه زي ما الناس بتقول. يعني ما تتوقعوش بقى رد الفعل اللي هو بقى والكلام ده، لكن حلوه يعني معقوله، مش وحشه يعني. هل انا اكلت بيتزا احسن منها؟ اكيد. يعني البيتزا اللي في مصر مثلا عند النيلو او 1980 فيها طعم اكتر من البيتزا دي، لكن هنا المكونات بتبقى يعني على طبيعتها قوي. بص العربيه دي انا شفتها في مصر قبل كده، سوزوكي، كأن الواحد ماشي في العتبه. بس حاسس ان انا فقدت الحماس اللي عندي ان انا اكمل بقيه الفلوج ده بعد البيتزا. يمكن توقعاتي كانت عاليه قوي. انا عندي امل ان هلاقي بيتزا احلى من دي، وهنلاقي مفاجآت احلى في نابولي. فخليكم معانا بقى نكمل الجوله، شوفوا الاجواء هنا عامله ازاي. في اجواء رهيبه بصراحه.
طبعا دلوقتي اجواء الكريسماس، احتفالات الكريسماس قربت، فده راكب يعني مثلا في وسط الشارع وده بيحاول يعدي عادي خالص. بس بهلله هنا يعني. اهي بص كأنك ماشي مثلا في خان الخليل، وعم الحاج اللي قاعد هنا اهو سوق الفاكهة والخضار، حاجة آخر حلاوة. 3 كيلو برتقال ب5 يورو. والله الناس هنا عايشة حياة جميلة أوي. في خان الخليل اهو بتاع ايطاليا، هو بالظبط. شوفوا الحواري هنا عاملة ازاي. والله لو حد قال لي انت دلوقتي داخل عمارة في مصر ولا في ايطاليا مش هعرف افرق، بس يكون في بواب جوه. بس اهلا بيكم في حواري ايطاليا الجميلة نابولي. الحاجة نشرة غسيل فوق زي الفل. هنا موتوسيكلات زي مصر بالظبط. المدينة هنا تحس ان هم الناس عايشة كده بايه بالبركة. واحد من اغرب المشاريب اللي موجودة هنا في نابولي وهو الليمون، بيسموه اوبن ليجز ليمونيد. وهو عبارة عن ليمون فريش بيعصروه وعليه سباركلينج ووتر او مياه غازية وعليه بيكربونات او بيكنج صودا، فبيبقى منعش كده فتجربة جميلة الصراحة. Lemon. One. Original Sorrento. اوه واو. Wow. Eccellente. Lemon. Sparkling water. Are you ready? Open leg. Are you ready? Yes. Open legs. Fast drink. Okay. Go, go, go. Do you like lemonade? Yes. Wow, Refreshing. special. Yeah. The fresh. ايه الخطة هنا في نابولي؟ يعني ما عنديش خطة معينة الصراحة. يعني بعد الليمون ده بفكر اروح دلوقتي احلي وناكل جيلاتو ونشوف الشارع بتاع مارادونا ونجرب بيتزا وباستا تاني وتالت. لكن دلوقتي يعني معظم المطاعم قفلوا، يعني هم بيقفلوا على الساعة 3:30 وبيفتحوا تاني على الساعة 6:30. فمعقول يعني لسه واكل بيتزا من ساعة. دلوقتي ماشي في مكان يعني يعتبر زي وسط البلد، شوارع أوسع شوية، مباني شبه وسط البلد. طبعا في القاهرة اختلاف شاسع ما بين الثقافة وعادات والتقاليد في جنوب أوروبا وشمال أوروبا. أنا بصراحة بحب الأجواء اللي هي الشعبية دي، بتدي طاقة إيجابية للواحد. طبعا مش هكون ايطاليا غير لما نلاقي الزباله في الشارع وفي كل حته كده عادي. فوالله يا جماعه يعني مصر برضو يعتبر انضف من كده، يعني مفاجاه بالنسبه لي. يعني المفروض بلد اوروبيه لكن الزباله هنا في كل حته. لا بص الزباله في كل مكان عادي خالص. فين احنا دلوقتي؟ لو حد يا جماعه جه نابولي لازم يجرب الجيلاتو ده. عادي جدا تبقى ماشي في شوارع نابولي وتلاقي الدبدوب الكبير ده. هنا وهنا وهنا وهنا. عشان كده كل الايطاليين بيحبوا يجيبوا ايه العربيه الصغيره دي، السمارت او الفيات، انا زي التوك توك. وانا دلوقتي في واحد من اشهر الشوارع اللي موجوده في نابولي، وهتلاقي صور مارادونا في كل مكان وعاملين جرافيتي مخصوص لمارادونا، وفي محلات بقى كمان ممكن تشتري سوفينيرز على شكل مارادونا وعلى شكل الفريق اللي لعب فيه ده. حتى في كمان مشروب على شكل مارادونا. فهم اهل نابولي بيعتزوا جدا بمارادونا لان هو يعني غير تاريخ الكوره في نابولي. دلوقتي ماشي في مول شبيه قوي بالمول بتاع ميلانو، نفس التصميم
لكن الفرق هنا ان مفيش محلات اللي هي الملابس العالميه زي جوتشي ولوي فيتون. هنا الدنيا شعبي شويه، يعني هتلاقوا مثلا محل سوفينير بتاع مارادونا، ماكدونالدز، كافيتيريا، في زارا، يعني حاجات بسيطه جدا. فهي نابولي شعبيه اكتر عن ميلان. الناس مشتيه جامد لان الجو حلو يا شباب. طبعا هم متعودين على الجو الحر، ولما بيجي الخريف او الشتاء بيبقى بالنسبه لهم ده برد بقى. لكن انت لو عايش فوق مثلا في شمال اوروبا بالنسبه لك الجو ده جو ربيع، جو صيف، فمش محتاج يعني تتقل. هي مساله تعود بس. يا فاكرين البلالين دي اللي بتبقى مليانه رز كده، واحد يفضل يضرب فيها وتعمل صوت. تعبان جدا النهارده الصراحه، بس جيت دلوقتي يعني زي مطعم باستا تيك اواي اسمه سانتو جرادي. هو ده شكل الطبق، هو بقى الباستا بيتشو جدا، ما طلعتش باستا، طلعت جنوتشي، مع ان انا قايل له عايز باستا يعني. الصراحه ما كانش اختيار موفق قوي في المطعم الباستا ده، يعني هو ليه كذا فرع ويعتبر اللي هو يعني باستا سريعه بتتعمل بسرعه، فطعمه مش وحش. لكن انا كنت متوقع يجي لي باستا، لكن جالي جنوشي بقى، فماليش قوي في الجنوشي ده، ف مش وحش لكن ما جاش على مزاجي الصراحه. فان شاء الله بكره تتعوض. اهلا بيكم يوم جديد في نابولي. النهارده هقضي تقريبا 6 ساعات بره قبل ما اسافر تاني. والفندق اللي انا قاعد فيه روف حلو قوي، بيبص على السنترال ستيشن، ويعني تقريبا 360 درجه المدينه كلها، فمنظر جميل جدا من فوق. امبارح بالليل الصراحه كنت جعان على الساعه يعني 9:30 10، فقلت لا لازم اكل باستا. انا بصراحه الجنوتشي اللي انا اكلته امبارح ده ما عجبنيش، فلقيت مكان يعني ما بعدش كتير، تقريبا 20 دقيقه مواصلات. خدت القطر ورحت قبل ما يقفل بتقريبا نص ساعه. بصراحه اكلت يعني باستا حلوه جدا بالنسبه لي كده. المكان ده قفل الباستا بالنسبه لي في ايطاليا، فلا ريكومندد، يعني مش شرط الواحد يروح فاين دايننج عشان ياكل الباستا حلوه، لكن دي بصراحه بيعملها لك بسرعه وجامده، بتعضي كده والمكونات فريش وكانت حلوه جدا. النهارده ناخد برضو جوله كده في المدينه، هروح القلعه ونطلع فوق ونشوف منظر برضو جميل، وهنجرب بقى باستا تاني وبيتزا تاني. طبعا انا وصلت محطة قطر، لقيتها بصعوبة الصراحة، يعني المكان مش سهل ان الواحد يلاقيه، لكن مع جوجل مابس يعني كل حاجة بتتحل في الاخر. وسعر التذكرة للكيبل كار يورو 30 سنت. فدلوقتي بقى هطلع القلعة ونشوف المنظر من فوق. اخيرا وصلنا المنظر البانوراما من فوق. واو، المنظر يجنن صراحه. شوفوا عم الحاج واقف بيستمتع بالبيتزا بتاعته جنب المنظر الجميل ده. تعرفوا ان الجبل اللي ورايا ده بركان ناشط لحد دلوقتي، وانفجر سنه 79 ميلاديا. بيقولوا ان ما بين 10,000 ل 25,000 شخص ماتوا في الحادثه دي، فهم بيراقبوا البركان ده لحد دلوقتي، وفي احتمال ممكن فعلا ينفجر في يوم من الايام، بس الموضوع يعني ايه هادي لحد دلوقتي. بنزينه في وسط الشارع، غريبه دي الصراحه، يعني زي الكشك كده، حط بنزين وانت ماشي على الطاير.
النهارده ان شاء الله نلاقي بيتزارية حلوة. انا مشيت غلط واصلا جيت شارع اصلا قافلين، يعني شارع فيه عمال. هو طالما الوصول للمطعم ده بالصعوبة دي يبقى اكيد حلو، يعني كل ما المشوار بقى اصعب كل ما ايه الاكل حلو. يا بيك يا بيك يا بيك يا والله شكلها شهي المارجريتا النهارده. الصراحة جميلة جدا، دي أحسن بيتزا مارجريتا أنا أكلتها في إيطاليا لحد دلوقتي. البتنجان أخد البيتزا في حتة تانية. هي البيتزا ما كانش فيها بتنجان، لكن لقيت في المنيو برضو بيتزا بيبقى فيها بتنجان، وفي برضو هنا باستا بيبقى فيها بتنجان. فأعتقد لو القدوة كان جرب البتنجان في الباستا والبيتزا كان قال ان البتنجان خد الباستا في حته تانية ولا خد البيتزا في حته تاسعه. بس بصراحه البيتزا حلوه، يعني احسن من اللي انا اكلتها امبارح، طعمها احلى، صلصه الطماطم واضحه اكتر، لكن ما برضه ما تتوقعوش طعم خيالي. يعني هو يعني هي بيتزا عاديه وهي بيتزا بسيطه المارجريتا اصلا. شوفوا الخضار والفاكهه هنا في ديسمبر في نابولي في الشارع، حاجه زي الفل والله. انا بصراحه جربت الباستا بالبتنجان لما كنت في بيسا وعجبتني، يعني طعمه مختلف، لكن ما خدتش يعني الباستا في حته تانية الصراحه. دلوقتي اروح اكل تاني، هاكل باستا بقى في نفس المكان اللي انا اكلت فيه امبارح لاني جعان لسه. يعني هي بيتزا مش مشبعه قوي، يعني هي صغيره شويه بس تستاهل والله. يعني دي من احسن البيتزات اللي انا اكلتها في ايطاليا. هتلاقوا ان معظم العربيات هنا مخبطه بالظبط زي مصر، في مطافي يعني الدنيا هنا الصراحة آخر لخبطة. وأكيد طبعا في أكلات تانية غير الباستا والبيتزا في إيطاليا، لكن يعني هم أشهر حاجة. الشارع ده أنا جيته امبارح بالليل يا جماعة. الكاتشو بيبي عندنا هنا أبو عبده فرع نابولي. في الشارع تاكل وأنت واقف في الزحمة عادي يعني. حلو والله، بس بتاعت امبارح كانت اجمد. دي مش سخنه، الشيف بتاع امبارح كان متوسط الصراحه يعني، بس ما زالت والله خطيره. وكده وصلنا لنهايه الفيديو، فلوج عشوائي هنا في نابولي لمده يومين. دلوقتي لازم اروح المطار والحق الطياره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.